المعلومة دي هتغير رأيك لو ناوي تدرس في كندا. كتير من الطلاب الدوليين بيتفاجئوا بالمعلومات دي. هل الدراسة في كندا فعلا بتسمح لك تاخد عيلتك معاك؟ في شروط وتفاصيل كتير ومحدش بيقولك عليها. ركزوا معايا وتعالوا نشوفها مع بعض. لما بتفكر تدرس في كندا بتفكر في مستقبلك، لكن السؤال الأهم، هل عيلتك هتكون جزء من الرحلة دي؟ الإجابة ببساطة أيوة ممكن. القوانين الكندية بتسمح لزوجتك وأولادك أو زوجك وأولادك يجوا معاك، لكن لازم الشروط تكون مستوفية. من أهم الشروط إنك تكون مسجل في برنامج دراسي معتمد من مؤسسة تعليمية مصنفة من الحكومة الكندية DLI. لو البرنامج بتاعك مش معتمد أو لو كنت بتاخد دورة لغة بس، ففي الأغلب مش هتقدر تجيبه. لكن الميزة هنا إن كندا بتشجع العائلات. زوجتك أو زوجك ممكن يقدموا على تصريح عمل مفتوح Open Work Permit، وده بيسمح لهم يشتغلوا في أي وظيفة. أما الأطفال فبيحق ليهم إن هم يدخلوا المدارس الحكومية مجانا لحد ما يوصلوا لسن الجامعة. الميزة دي بتقلل الضغط المادي على العائلة وبتخليك كطالب تركز أكتر على دراستك، لكن في نفس الوقت المسؤولية بتزيد. لازم تكون مستعد لإثبات قدرتك المالية إنك تتحمل التكاليف المعيشة ليك ولعيلتك. قولولي في الكومنتس تحت، شايفين إن وجود العيلة بيشجع على الدراسة في كندا ولا بيخلي الموضوع أصعب؟ لو تعرفوا حد ناوي يدرس في كندا ابعتوله الفيديو ده علشان تقدروا تساعدوه يجي هو وعيلته. وما تنسوش تتابعوني وتحفظوا الفيديو عشان ترجعوا له وقت ما تحتاجوا، واشوفكم المرة الجاية في كندا بعيون واقعية.